السلام عليكم. النهاردة هنعمل مع بعض حلو جميل جدا وجديد واختلاف عن المعتاد، يعني عن الحلويات المعتادة اللي احنا بنعملها. التغيير مطلوب، يعني بيبقى جميل كده. تمام، ما شاء الله. هنعمل حلو جميل جدا. هنعمل اللي هي الباستا فلورا او احجار القلعة او حاجة زي كده. وفي كمان ممكن نعملها، في ناس بتعملها اللي هي مبشورة، فممكن تتسمى المبروشة او المبشور. ما شاء الله، جميلة جدا وحلو لذيذ جدا يعني، وهتحبوا التجربة وهتحبوا التغيير بتاعه جميل جدا. اتمنى تجربوه ويعجبكم. ما شاء الله جميل ودايب، عامل زي البسكوت كده. ما شاء الله جميل. يلا مع بعض بقى نشوف المقادير والطريقة بتاعت الحلوى الجميلة بتاعتنا دي. زي ما انتم شايفين كده، ما شاء الله جميلة جدا. يلا بقى مع بعض نشوف المقادير والطريقة. دلوقتي معايا المقادير اللي معايا دي على مقاس صينية، مثلا ممكن يا اما 26 او 28. تمام. انا معايا المكونات بتاعتي. معايا ربع كوباية زيت، ومعايا نص كوباية سمنة، ممكن نستخدم سمنة او زبدة. معايا نص كوباية سمنة زائد معلقة. تمام. ومعايا بيكنج باودر وبيض وسكر ودقيق. انا معايا دلوقتي هحط بيضة بحرارة المكان يعني، وبعد كده هنزل عليها بنص كوباية سكر، اللي هو بمقدار 100 جرام سكر. تمام. وبعد كده هنزل بفانيليا. ممكن تحطي فانيليا سايلة او ممكن تحطي فانيليا باودر عادي. بعد كده هنزل بنص كوباية السمنة وربع كوباية الزيت. تمام. نص كوباية السمنة بما يعادل 125 جرام سمنة، او ممكن نستخدم زبدة برضو زي ما نحب او المتوفر عندنا. وهننزل كمان بربع كوباية الزيت، اللي هي بمقدار 50 جرام زيت يعني. تمام. وبعد كده هنقلب المكونات اللي هي السايلة مع بعضها كويس جدا. انا النهاردة عاملاها بالمضرب اليدوي عادي، من غير ولا ادوات كهربائية ولا اي حاجة خالص، عشان نعرف ان احنا ممكن نعملها باي حاجة عندنا عادي. تمام. زي ما انتم شايفين كده، انا ضربت السمنة والمواد السايلة كلها لحد ما تحول القوام لرغوي كده ولونه ابيض. تمام. هنزل بمعلقة هنزل بمعلقة كبيرة بيكنج باودر بما يعادل 11 جرام بيكنج باودر، وهنزل بمعلقة كبيرة خل. تمام. انا نزلت بالاتنين مع بعض على بعض كده عشان يتفاعلوا. دلوقتي انا معايا مقادير الدقيق. انا معايا مقادير 3 كوبايات دقيق بما يعادل 375 جرام دقيق. تمام. بس انا حاطه بيضه واحده، يعني انا مستخدمه بيضه واحده، فانا ما اعرفش لحد دلوقتي المكونات عندي عامله ازاي، او على حسب كل واحد والدقيق بتاعه. تمام. فانا شلت بما يعادل تقريبا نص كوبايه دقيق على جنب، مش هستخدمها الا لما اشوف الكميه بتاعتي عامله ازاي. يعني انا لحد دلوقتي او حاليا حطيت كوبايتين ونص دقيق. تمام. فانا برضو يعني لما نيجي نعمل اي حاجه ننزل بالتدريج للمكونات، لان احنا اوريدي ما نعرفش كل واحد والدقيق بتاعه عامل ازاي، فننزل بالتدريج. تمام. انا نزلت بكوبايتين ونص دقيق، برضو نفس الكلام هتعملوا انتوا كمان كده. لو احتاجنا الدقيق اوريدي اصلا جنبنا، لو احتاجناه هنحط، لو ما احتاجناش يبقى خلاص تمام زي الفل، مش هنحتاج تاني الكمية، وهنشيل الكمية اللي معانا على جنب. تمام. برضو حبيت اعرفكم يعني عشان ما نعملش الوصفة وتبوظ مننا ونرجع نقول الوصفة باظت مننا ليه. لازم نلتزم ان احنا ننزل في اي عجينة في اي حاجة في الحياة، لازم ننزل المكونات بالتدريج، عشان احنا ما نعرفش دي احنا جايبينه عامل ازاي، او هيشرب سوائل قد ايه، او الكلام ده كله. تمام. زي ما انتم شايفين كده، انا هلم العجينة دي ما بتتعجنش، بتتلم، فبنلمها كويس جدا لحد ما تتلم كعجينة كده او ككور. انا لحد الان ما تلمتش معايا كويس، او ما تلمتش معايا ككورة كويسة، فاحتجت ان انا انزل معلقة دقيق كمان من النص كوباية اللي انا شلتهم على جنب معايا. تمام. هنلم بقى كويس العجينة لحد ما تلم معايا كورة وتبقى كويسة جدا كده، اللي هي ولا بتلزق ولا ناشفة. تمام. لو نزلنا، انا الكمية اللي فضلت معايا من الدقيق تقريبا 66 جرام او 67 جرام حاجة زي كده. تمام. يفضل برضو ان احنا يكون عندنا الميزان عشان نوزن المقادير بتاعتنا كويس جدا، لان المقادير بالكوباية متبقاش متوازنة في كل البيوت يعني.
ففي الميزان بتبقى المقادير اكتر دقة يعني. تمام. زي ما انتم شايفين كده خلصت العجينة وسبتها ترتاح في التلاجة ربع ساعة ولا حاجة، ما تكتريش يعني عليها. تمام. بس عشان نعرف نفردها وتبقى كويسة معانا. تمام. انا دلوقتي خدت 3/4 العجينة وهشيل الربع على جنب، لان ده اللي احنا هنعمل بيه الوش يعني. تمام. والجزء التاني اللي هو ال3/4 هنفرده عشان نحطه في العجينة. طيب تمام، احنا دلوقتي معانا ال3/4 بتاع العجينة. احنا لما نيجي نستخدم الصنف من الحلويات ده، لازم يكون عندنا اللي هي الصينية اللي بتتفتح وبتتقفل دي. تمام. طيب اوريدي لو ما عندناش، انا النهارده ما عنديش يعني، انا لما استخدمتها في الفيديو النهارده ما كانش متوفر عندي الصينية، فاستخدمتها زي اي ست بيت عادي، زي اي ست بيت زي يعني زينا يعني. واستخدمت صينية عادية جدا خالص من البيت عندنا، اي صينية مدورة بقى، مستطيلة، قلب، اي شكل عندنا. تمام. وهحطها بس. بنصح يعني، لان انا دي حاجة انا نسيتها، ان انا لما نيجي نحط العجينة في الصينية نحط قبليها ورق زبدة، او نفرد العجينة على ورق زبدة عشان نعرف نشيلها يعني بعد كده من الصينية. تمام. زي ما انت شايفين كده انا فردت العجينة معايا. العجينة دي محتاجة اللي هي رقة شوية، عشان هي اصلا يعني بتتكسر اللي هي ممكن تتكسر منك، او ممكن اللي هي يعني طرية، او اللي هي اللمس بتاعها صعب شوية، فمحتاجة ان احنا نعملها برقة شوية، تبقى احنا عينة كده عليها شوية، ما تبقاش اللي هي نعمل عليها وكده يعني. تمام. دلوقتي انا فردت العجينة بسمك كويس جدا على قد او على مقاس الصينية. تمام. قست الصينية اهو، لقيت المقاس كويس جدا. بعد كده رحت نقلتها. النقل بيبقى اللي هو رخم شوية، بس عايز اللي هو صبر شوية. لو اتكسرت معايا، لو اتكسرت معاكي عادي جدا ما تخافيش، ممكن اللي هي الحتت اللي اتكسرت اللي هي نساوي ونلملم من هنا نحط على هنا عادي جدا، مفيش اي حاجه هتوقفنا ولا في اي حاجه هتخوفنا. تمام. ممكن لو الدنيا صعبه معانا خالص، ممكن نجزأها على اجزاء ونفردها في الصينيه بايدينا، بس برضو يفضل ان احنا نفردها على الكاونتر، او على على المفرش السيليكون، او على الورق الزبده، عشان تبقى احسن بالنسبه لنا. تمام. انا دلوقتي فردتها وعليت الاطراف بتاعتها عشان الحشوه ما تتحرقش معايا. تمام. انا معايا دلوقتي 300 جرام مربى. عايزه تستخدمي اي مربى مفيش اي مشكله، تستخدميها قطع بقى، تستخدميها بيوريه، اي حاجه مش هيفرق معايا. تمام. انا معايا النهارده استخدمت مربى فراوله، ممكن استخدم مربى مشمش، ممكن استخدم مربى تين، ممكن ما نستخدمش مربى اصلا ونستخدم نوتيلا، بس هي الاصل بتاعها، او اللي هي الاصل المعموله بيه يعني كانت بالمربى. ممكن نستخدم مربى مش كامل، تبقى جميله برضو مفيهاش اي مشكله. تمام. انا فردت الكميه كويس جدا، حسيت انها قليله شويه، فخدت معلقه تاني يعني من المربى، وسويت الاطراف اللي هي او الاماكن اللي هي حسيت انها قليله. تمام. بعد ما خلصت الحشوه حطيتها على جنب، او حشيت يعني الصينيه حطيتها على جنب. بدأت افرد الجزء التاني من العجينة يعني اللي انا شلته، اللي هو ربع العجينة اللي انا شلته على جنب، عشان افرد فيه واغطي بيه الوش يعني وكده. فردت العجينة كويس جدا، اللي هو الربع اللي انا كنت سايباه على جنب كويس جدا بالنشابة. بس لما تيجي تفردي اتأكدي ان انت حطيتي ورق زبدة من فوق العجينة ومن تحتها، او اكياس نايلون اللي هي اكياس اللبن اللي احنا بنقول عليها دي، من تحتها ومن فوقها، لو ما عندكيش مفرش سيليكون. بصي، المهم ان احنا نحط طبقتين ما بين بعض، عشان العجينة دي محتاجة معاملة خاصة، ما ينفعش ان احنا نتعامل معاها بقساوة يعني. تمام. عاملة زي عجينة السابليه، فاللي هي محتاجة اللي هي رقة شوية. بعد ما خلصت الفرد بقى، انا هقطع العجينة اللي انا فردتها على مستطيلات. تمام. اصل الشكل بتاع الباستا فلورا، او اللي هو حجار القلعة، بتبقى اللي هي الشكل اللي هو يبقى الصينية من تحت عادي، ويبقى اللي هي عاملة زي الكاروهات كده. تمام. فانا هعملها نفس الشكل ده عادي. ممكن لو احنا مش عايزين كده، او الموضوع صعب معانا، الجزء اللي هو الربع اللي احنا شلناه من العجينة ده نجمده من الفريزر، ونمسك مبشرة ونبشرها على وش العجينة عادي. تمام. معايا الصينية دلوقتي، انا حسيت لما حطيت العجينة وعملت المربى،
حسيت ان الاطراف عاليه سنه، فمشيت بالسكينه على الاطراف كده لحد ما حسيت ان الاطراف خلاص اللي هي عينيا شايفاها ان هي مظبوطه كده خلاص ما فيهاش اي مشكله. دي برضو حاجه على حسب نظرك انت اللي بتتابعي بيها وتشوفي اللي هي بتقيمي الشكل عامل ازاي. تمام. لان لو انت عملتيها طويله قوي هتنشف معاكي في الفرن وهتتكسر. تمام. انا بقى خلصت الكميه زي ما انتم شايفين كده، قطعت الشرايط وخدتها بحذر، يعني في حتت مني اتكسره، فعشان كده انا بقول انها محتاجه معامله اللي هي رقيقه شويه عشان ما تتكسرش منها بسهوله. وعملتها زي الكروهات كده. تمام. هدخلها الفرن بقى على درجه حراره 180، على الرف الاوسط في الفرن. هسيبها بقى لمدة من 40 ل45 دقيقة لحد ما تاخد لون كويس جدا من تحت. لو ما اخدتش اللون من فوق اللي هو الذهبي الجميل ده، هنفتح لها الشواية لمدة 5 دقايق مش اكتر، او 10 دقايق على حسب، يعني ممكن اقل من 10 دقايق كمان على حسب الفرن بتاعك هيدي اللون بتاعها لامتى يعني. تمام. لو احنا عاملينها بقى في الصينية اللي هي الكليبس اللي هي بتتفتح وتتقفل دي، هيبقى سهل ان احنا نفك الصينيه وهي سخنه عادي، مش هيبقى فيها اي مشكله. انما لو احنا عاملينها في صينيه بيت عاديه اي صينيه في البيت عندنا، فيفضل ان احنا نسيبها تبرد شويه بعد كده نقطعها لو احنا مش هنشيلها من الصينيه. لو احنا بقى عايزين نشيلها من الصينيه، زي ما قلت لكم تحطوا ورق زبده في الاول قبل ما نحط العجينه في الصينيه، عشان نشيل ورق الزبده ونعلي الاطراف بتاعته شويه ونشيلها. وده كده هيساعدنا ان احنا نعرف نشيلها كويس من الصينيه، مش هتتكسر معانا ولا اي حاجه. تمام. لو عجبكم الفيديو بقى متنسوش الاشتراك في القناة وتحطوا لي لايك على الفيديو. والسلام عليكم ورحمة الله.